جبت الفلوس؟ امال اهو ال 50 جنيه. مبسوطه بقى؟ مبسوطه؟ يا نهار اسود، يا نهار مطين، يا نهار مزفت بالنيله والقطران. يو 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 يو. ليه بس جرى ايه تاني؟ انت مش عايز نركب اوتومبيلات؟ ازاي؟ ممكن له 2000 جنيه دلوقتي. وهي الكاديلاك ب 2000 جنيه؟ كاديلاك؟ انت مش قلتي عاوزه اشتري بويك؟ بويك؟ ازاي بس اركب بويك؟ وعواطف سفير جهنم النهارده اشترت عربيه كاديلاك. يعني ايه؟ يعني كان لازم تفهم من نفسك ان العربيه الكاديلاك ب 3000 جنيه، يعني فاضل عليك 1000 جنيه. انا ما عنديش غير دول دلوقتي. بكره الصبح تجيبهم. بكره الحاسب البنك قافل. هات لي من المكتب. برضه قافل. افتح. افتحه؟ ودلوقتي تيجي تفتح لي ازاي الشمبانيا. يلا. يا نهار اسود، يا نهار مطين، يا نهار مزفت بالنيله والقطران. يو 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 يو. هو حسنا هنا اتاري الصاله منوره. جرسون، ده ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ اصل رايق نام. تقوم تيجي هنا؟ هو لازم واحد منكم يلازمني. طب اتفضل روح بقى. يروح ازاي؟ اقعد يا حسون، خليه يفرفش شويه. جرسون افندم. هات ازاز الشمبانيا. حاضر. وانت تشرب ايه يا حسونه؟ انا ما اشربش. ما تشربش ده يا عمر. يا فندم انا اسمي حسن مش عمر. عاشت لسامي يا ابو علي. تشرب ايه يا روح ماما؟ لا انا ما اسمحش ابدا لواحده زيك انها تتريق عليا. واحده زيي؟ قصدك تقول ايه؟ ايوه يعني ايه واحده زيها؟ انا هعتبر ده سؤال من اياهم. لا في عرضك. خلاص. واحده زيك يعني واحده نصابه محتاله ما عندهاش ضمير ولا اخلاق. اركب الهواء. تصور يا حسن كنت الله. حسن يا حسن، يا نهار اسود. حسن حسن ما وقعش برضه تبقى راح فين يا نهار. حسن اين حسن؟ هو فين يا حسن؟ يا حسن يا خالد. خالد يا خالد. خالد يا نهار اسود. يا خالد. خالد وده خالد. خالد امين. يا خالد. خالد الله الله الله. يا خالد البال. يا خالد شغل. وده خالد. يا خالد. الله، ايه مالك يا فايق؟ خالد امين وحسن مش لاقيهم ضاعوا مني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. حسن. الله، ايه اللي حصل؟ لا ما تتخضوش. سليمه سليمه. سليمة ازاي والراجل ده المساعد؟ تسمح تقول لي انتوا كنتوا فين؟ يا اخي احنا في ايه ولا في ايه؟ ارجوك. بقى حضرتك بتنيمني وتزوغ مني؟ طب جاوب يا حلو. انت كنت فين؟ يا اخي تنيل واسكت. اسكت ازاي؟ ده خلاص هيطوق. ايه اللي عورك كده يا حبيبي؟ ما تنطق. واحد ايه؟ الراجل اللي في الكباريه. حلو وقعتهولك. بقى حضرتك كنت في الكباريه. يا اخي اتلم اطلع نام، انا في عرض النبي. يا اخي ملياش نفسي اتلم. وحضرتك كنت بتعمل ايه في الكباريه؟ اسأل عمي. انا بسألك انت. هو عمك كان معاك في الكباريه؟ ايوه. ليه؟ علشان قول. الله، انا مش فاهمه حاجه ابدا. دلوقتي تفهمي كل حاجه. تسمح تقول لي عمك كان في الكباريه بيعمل ايه؟ هو الوتاني هناك يا طوله. لا انت اللي رحت في الاول علشان تقابلها. يقابلها؟ يقابل مين؟ يقابل استعدت في الجلاد الرقاص. يا نهار اسود. والله عال بقى حضرتك بتهرب من البيت زي العيال الصغيرين عشان تصرف فلوسك في الكباريهات. كده في وشه وانا بريء. والله عال. طيب على كل حال تقدر تخرج وترجع وقت ما يعجبك. انا بعد كده مش قاعده لك في البيت ده ولا دقيقه واحده. اسمعي بس يا عزيز، اسمعي اقول لك. انت انسان ما عندكش ضمير، ما عندكش احساس. ايه اللي خلاك تقول كده قدام ماما؟ انا بعتك تسلك
تنجح ولا تخرب. ما هو يا سميرة ما تجيبش اسمي على لسانك، انا مش عايزه اشوفك ولا اعرفك من بعد النهارده. اسمع بس يا سميرة، انا هفهمك يا سميرة. لا يلبخي هيمسكوا. اجري، بقول لك اجري. انت على الفصل الثامن. يعني كويس اللي عملته ده. انت لازم تطلع حالا لمرات عمك وتفهمها ان الكلام اللي قلته امبارح مش صحيح. يعني عاوز نكذب؟ امال يعني خلصك اتطلق من مراتي بعد السنين دي كلها؟ لسه فاضل نص ساعه على الرهان، ما اقدرش اكذب. يا اخي اكتب لك بره لله واكسر الرهان. انا مستعد اتنازل لك عن الرهان يا سيدي. وتجوزني سميره؟ جوزك سميره ازاي بعد ما خربت بيتي؟ انت لازم تتجوز قمر. يبقى ما تكذبش. اسمع، انا عصبي، انا بتشنك، انا يمكن اموت في ايدك دلوقتي. وانا برضه ما اكذبش. والله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. ايه كذب يا خالد؟ يا اخي الراجل انت خربان من وشي. اوعى ايدك. الو. الو، الاستاذ امين موجود؟ نقول له مين يا فندم؟ سعاد سيف اليزل، سيف الجلاد. طيب انقذنك دقيقة واحدة. يعني انا ماليش خاطر عندك، انا مستعد اسيب البيت وخليك انت. الو خالي، الشيخ صفوت عاوزك ضروري. يا اخي هو ده وقته، قول له مش فاضي. مش فاضي ازاي؟ بقول لك الشيخ صفوت. يا اخي اتصرف. اعوذ بالله. عزيزة، اقدر اوضب الهدوم معاك؟ يا ماما انت طول عمرك مثال الزوجة الصالحة والام الحنون. كنت دايما تقولي ان التسامح سر السعادة. التسامح له حدود. بابا غلطان صحيح، لكن كل انسان بيغلط، وانت علمتيني ان الواحد لازم ينبه صديقه لغلطه اذا كان بيعتز بصداقته، وطبعا الزوج اولى من الصديق. اذا كان بيحترم نفسه يا بنتي كزوج ما كانش ضيع فلوسه في الصالات والكباريهات. انت لو قعدتي في البيت وسامحتيه ضميره هيأنبه، انما لو صممتي على الطلاق هتديله فرصه انه يتمادى في غلط، وطبعا مش من المعقول انك تضيعي سعاده 20 سنه علشان غلطه واحده. انا مش ممكن استنى معاه بعد كده ابدا. وانا اروح فين يا ماما؟ يا ترى اقعد معاكي واسيب بابا، ولا اقعد مع بابا واتحرم منك يا ماما؟ سامحيني يا عزيزة، انا دلوقتي عرفت ان لا الفلوس ولا اي حاجة في الدنيا لها قيمة من غيرك. الاستاذ امين موجود من فضلك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مالكش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ ايه؟ الحق يا خالي الحق، الشيخ صفوت تحت. وماله خليه يستنى. يستنى ازاي؟ بقول لك الشيخ صفوت، الشيخ صفوت. مش كده على مهلك. ايوه اسبقني انت على تحت غير وراك حاجة. اوكي اوكي. عند الدك بس لازم دقيقة واحدة يا شيخ صفوت وراجع لكم حالا. الله يخرب بيتك يا بيه. الله يخرب بيتك يا عمي. يلا قوام يا سميرة عشان ننزل نعدي الشيخ صفوت. فين الشيخ صفوت؟ في اوضه المكتب. يا ليه يا ريخي. ايه ده؟ ما بقاش الا البيت كمان؟ ما هو المكتب قافل وما اقدرش استنى لبكره. انت لو تشوفها تتجنن عليها. هي مين دي؟ العربيه الكاديلاك يا اختي، عليها تهوس. تسمحي تسيب البيت ده حالا وتقطعي كل علاقه بيني وبينك؟ طب ايدك على الفلوس. وما دفعتش. مش خارجه من هنا. ولما مراتي تشوفك؟ حاجه بسيطه خالص، اعرفها بنفسي. لا اتفضلي يا ستي. ادي شيك بالمبلغ اهو. ما تبقيش تهدديني تاني بحكايه الاسهم دي، لان البلد كلها عرفت انها بتسحر مليم. اتفضلي. امال فين الشيخ صفوت؟ ده في اوضه المكتب. صباح الخير. اهلا وسهلا. قالت له شرفتي يا هانم. اهلا وسهلا. اهلا. دي اصلها واحده ست مستعجله عاوزه تشتري اسهم وما عندهاش وقت تيجي المكتب بكره. مين الست دي؟ دي الشيخ صفوت. اسكت انت. مين الست دي يا حسن؟ الست دي تبقى مين الست دي يا حسن؟ دي سعاد سيف الجلاد الرقاصه. انت ازاي تقول كده؟ ليه عايز تفرق بينهم؟ بعد 5 دقايق بس هفهمك السبب. بعد 5 دقايق مش هتشوف وشي بالمره. تسمح تديني 400 جنيه اللي خدتهم مني امبارح؟ ما قلت لك بعد 5 دقايق هشرح لك كل حاجه. مش عايزه اسمع منك ولا كلمه، وادي الخاتم بتاعك اهو.
سمير. سمعت 400 جنيه اللي راهن بيهم حسن واخدهم من سميرة. طب وماله؟ افهم يا بجم، دلوقتي نبقى احنا كسبنا الرهان، فاهم؟ لا مش فاهم. لو خلينا سميرة تسأل حسن فين ودى ال 400 جنيه اللي خدهم منها، تفتكر هيرد يقول ايه؟ معرفش. حاجة من الاتنين، يا اما هيقول الحقيقة يعني راهن بيهم ويبقى افشى سر الرهان، وفي الحالة دي يبقى خسر حسب شرط الرهان اللي طلبه هو. طيب واذا كذب يبقى خسر طبعا، يدعوا العداء. يا سلام عليك ولد، والله يا خالي انت نبيه جدا، بس النباهه جات لك متاخره حبتين. ليه؟ الساعة 11 الا دقيقة. يا خبر اسود، وبعد الرهان الساعة 11. ايوه طيب، وعبال بقى ما تتمهمز وتروح لسميرة، وسميرة تتمهمز وتكلمك حبتين، وانت تتمهمز وتكلمك حبتين، مفيش غير الغش. غش يا خالي، غش. ايوه انت دلوقتي تفوت على ساعات البيت كلها تأخرها 5 دقايق. اوكي يا سلام عليك ولد. يا عزيزة بس اسمك ايه؟ دقيقة واحدة نتفاهم. اظن بعد اللي حصل لا يمكن هنتفاهم. رجع الشنط يا ادريس. ما ترجعهمش يا ادريس. بقول لك رجع الشنط يا ادريس. بقول لك ما ترجعهمش يا ادريس. يخلصك يا ماما تسيبيني. اعملي معروف، انا خلاص صبية، ما اقدرش. وانا لا يمكن اقعد دقيقة واحدة من غيرك. يا عزيزة اخذ الشيطان وعقلي، ما تقول حاجة يا سي حسن. بعد 4 دقايق اقدر اشرح لك كل شيء. المسألة مش عايزة لا شرح ولا تفسير. بالعكس دي عاوزة تفسير قوي، ده انت لما تعرفي الحقيقة هتعذريني. الحقيقة ظاهرة زي الشمس، وبعد كده مش عايزة اسمع ولا كلمة واحدة. بابا عنده حق، الظاهر الحكاية فيها سر، والسر موجود عند سي حسن. تسمح تقول لي يا حضرة الفاضل ال 400 جنيه وديتهم فين؟ انا مخاطبك يا حبيبي ما فيناش من خصام، هي دلوقتي مصالحات بس رد. لازم تقول لي الفلوس راحت فين؟ ال 400 جنيه؟ ايوه. مش عاوز تتكلم؟ يعني مصممة وعاوزة تعرفي بكل صدق وأمانة وبدون تعطيل أو عرقلة وبسرعة وبدون تردد عملت إيه في المبلغ البالغ قدره 400 جنيه مصري أي 40,000 قرش سعودي؟ أنا عرفت كل حاجة. ماما عايزة أقول لك إن بابا مظلوم. حسن هو اللي بيحب الرقاصة، هو اللي بيصرف عليها الفلوس، وبابا كان عارف الحقيقة، لكن فضل إنه يضحي بنفسه علشان يحافظ على العلاقة اللي بيني وبين حسن. ما ترد يا سحر. أخيرا ظهر الحق من الباطل، ظهر إن بابا ضرب أكبر مثل في التضحية وإنكار الذات، وظهر إنك أناني كذاب كذاب كذاب. لا أبدا أنا مش كذاب، أنا أقول الحق ولو قطع رقبتي. 400 جنيه اتراهنت بيهم امبارح مع عمي وفايق، والرهان إن أقول الحق 24 ساعة ينتهوا بعد دقيقة واحدة. أنا دلوقتي صحيح خسرت الرهان لأني قلت السر قبل الميعاد ما ينتهي، لكن ما كدبتش. انا مش فاهمة حاجة ابدا. أنا ما يهمنيش الفلوس، لأني لو كنت كسبت الرهان كنت هتجوز سميرة، إنما أنا دلوقتي لازم أتجوز قمر. مبروك عليك. كل ده علشان دقيقة واحدة. هنا القاهرة، ساعة الاستوديو الآن 11:05. 11:05. عليكم 11:05 يبقى أنا اللي كسبت الرهان. لا انت قفشت سر الرهان قبل الساعة 11. مظبوط. شوف ساعتك من فضلك، انتوا لازم اخرتوا الساعات، بس نسيت تاخر ساعتك يا سفاية. مبسوط يا خالي، انكشفنا يا حلو. اسكت ازاي لما انا اخرت ساعات البيت كنت انت اخر لي ساعتي. يبقى انتوا غشتوني، حصل ولا لا؟ حصل يا ابني حصل. يا خراب بيتك يا فايق. الرهان وشرط الرهان خابني. اعمل ايه دلوقتي في الشيكات اللي اديتها للناس من غير رصيد؟ خلاص انا رحت في داهيه، مصير السجن. بابا انا عارف الحق عليا، لازم اعرف ان دي نهايه الغش والنصب. خسرت فلوسي وسمعتي واهلي، خسرت مراتي عشره العمر كله. المهم انك ما تستمرش على غلط، وانت دلوقتي اعترفت بكل شيء، واذا كان ربنا بيغفر الذنوب يبقى اولى بينا احنا نغفر لك ونسامحك. روح يا شيخ الله يسامحك زي ما خربت بيتي. انا يا امين نسيت كل اللي حصل، اوعى تسلم نفسك لليأس. احنا من النهارده هنبتدي حياه جديده، حياه لازم كلنا نتعاون فيها علشان انقاذ الموت. وانا عاوز اعتذر لعمي عن كل اللي حصل مني. انا كمان غلطت، واذا كان عمي دفع الثمن من ماله وخسر كل فلوسه، فانا خسرت ما هو اغلى عندي من مال الدنيا.
خسرت حب سمير، والطريقة الوحيدة اللي أكفر بيها عن غلطتي وأنقذ بيها الموقف إني أتجوز قمر علشان تدي لعمي 50,000 جنيه اللي في البنك. حسن، انت بتحبني يا حسن؟ أنا هتجوزك. خلاص ما بتحبش سميرة؟ سميرة، انت لسه بتحبي حسن؟ انت طول عمرك عايزة تتجوزيه، اتجوزيه بقى وخلصيه. انا عشت طول عمري احلم بالجواز من ابن عمي حسن او الموسيقار محمد عبد الوهاب، لكن الحقيقة شيء والخيال شيء تاني، واللي يجري ورا الخيال يتعب. انا الوحيدة اللي اقدر انقذ الموقف ده، والحل الوحيد اني اتنازل عن حبي واحلامي واتجوز القرد ده. يا ده وسل، يا ده يا حسوا عن الحمى. والنبي 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 يا الله، والنبي والنبي لازم تتجوزني حالا. طب يا ست اتجوزك، بس اسأليني الأول نفسك في ايه؟ طيب بوسني. ايه؟ بوسني. حاضر حبوسك، حاضر حاضر.